صباح الفل عليكم وصباح السعادة. النهاردة بعمل البسكوت لفرح بنتي عقبال كل الحبايب اللي تشوفني. فهنعمل البسكوت بطريقة المنة. احنا عايشين في القاهرة بس هنعمل البسكوت بطريقة المنة، تمام؟ فعايزة اوريكم كل الخطوات بتاعتنا. عملت البسكوت بتاعنا العادي بتاع الفرن قبل كده معاكم. النهارده هنعمل بسكوت الفرح بس بطريقة البلد، تمام؟ فتابعوني خطوة بخطوة. يلا بينا يلا بينا يا حلوين. هنبتدي في البسكوت. هنعمل ايه؟ بسكوت الصعيد، تمام؟ مش هعمل البسكوت اللي انا عملته معاكم قبل كده. ده بسكوت الصعيد عباره عن ايه؟ 15 بيضه في معدل الخميره بتاعته 25، تمام؟ هنحط 15 بيضه ونشوف هنعمل ايه تاني. وهنا بنرب البيض بتاعنا اهو بالايد مش بالخلاط. هننزل بايه؟ 4 فانيليا، 4 من الفانيليا. احنا بنوريكم الطريقة بتاعة المنيا، تمام؟ هنرب كده لمدة قد ايه يا مؤمنة؟ 5 دقايق، لمدة 5 دقايق. وبعدين هننزل بالسكر، كيس وربع من السكر البودرة، كيس وربع من السكر البودرة على 15 بيضة. كده احنا في معدل الخميرة اللي هي 25. يعني هتروح عند العطار تقول له عايزة خميرة 25 على قد ايه بيض؟ على 15 بيض. هنعمل ايه يا حلوين؟ انا معايا المج ده وهناخد من صفيحة السمنة في معدل مجين من السمنة، تمام؟ اهو 15 بيضة هنحط عليها مجين من السمنة او الزبدة على حسب ما انتي عايزة. اهو طبعا السمنة البلدي بتدي طعم تاني، والبيض البلدي برضو بيدي حاجة تاني جدا جدا. بس احنا دلوقتي هنعمل حاجات كتير بقى، بسكوت كتير عقبال عندكم، فلازم بقى تبقى سمنة عادية. والرب بقى كده اهو. وبعدين هننزل بالسكر، سكر البودرة اهو يا جماعة. هننزل بكيس وربع من السكر البودرة، كيس وربع. هننزل كده اهو زي ما حضراتكم شايفين. احنا لسه الحباب ما اتجمعتش، فانا وسلفتي بس اللي شغالين، فانا بصور وبساعدها كده. وادي المج يا جماعه، يبقى كيس ومج من السكر البودره، تمام؟ هننزل بمج من اللبن او الحليب زي ما حضراتكم شايفين اهو، تمام؟ والايد برضو بتقلب على طول، مش واقفين اهو. عندنا النشادر يا حلوين اهو. احنا هنحط معلقتين من النشادر، تمام؟ معلقتين مليانين اهو يا ام مينا، تمام؟ وندوب، ريحتهم فظيعه اهو. قلبي بقى، وهنفضل نقلب كده يا جماعه لمده 5 دقايق. بعد النشادر ندوب النشادر خالص، وبعدين هننزل بالبيكنج باودر بتاعنا، كيس واحد بيكنج باودر اهو، كيس واحد على الدقيق بتاعنا. هياخد قد ايه دي يا ام مينا؟ 4 كيلو مثلا ولا اقل؟ 4 كيلو دقيق، هنشوف مع بعض. ومعنا الدقيق يا حلوين. وسلفتي بتقول ملوش مقادير الدقيق، على حسب ما العجينه تاخد هنعمل. عايزه اوريكم بس التجهيزات، تمام؟ لسه الحباب احنا قايمين بدري. مكنه البسكويت اهي، والفرن لسه الانبوبه ما ركبتش، تمام؟ وادي الحاجه اهي. على ما الحبايب تيجي نكون احنا عجلنا البسكوت بتاعنا. ليه؟ هنسيبه ساعة ساعتين. كل ما تسيب البسكوت بعد ما تعجنيه كل ما هيديكي حاجات احسن وطعم وقوام احلى واحلى. ونزلنا بالدقيق، وهننزل بشوية شوية على حسب العجينة ما تاخد زي ما اتفقنا، تمام؟ وهنحط كيس البيكنج باودر، كيس كامل من البيكنج باودر، تمام؟ دي الخميره بتاع البسكوت بتاعنا، ال15 بيضه. ركزوا معانا، تمام؟ الطبله هيشتغل يا جماعه شويه كده وهوريكم، هنفرح مع بعض. حبيت افرحكم معايا، ما حبيتش كده اليوم يعدي وخلاص. قلت لا، لازم اصور فيديو عشان الحبايب تفرح معانا، تمام؟ هنلم العجينه كده واحده واحده وهوريكم شكلها. وهي العجينه يا جماعه احنا مش عايزينها ناشفه، تمام؟ احنا بنعمل عجينه طريه اهي، شايفين؟ عجينه طريه بس مش متلزق في الايد برضو. ده القوام اللي احنا عايزينه.
هنسيبها ساعة 2 على ما الجماعة يتجمعوا، وهنعجن عجنة تاني. طب احنا مشتغلناش في دي عادي، هنركنها ونعجن عجنة تاني. كل ما العجنة تقعد كل ما تديكي بسكوت احلى واحلى. تابعوني. وابتدينا في مرحلة ايه يا جماعة؟ ادهنت الصينية اهي بالسمنة ماشي، ودينا اشتغلنا في قمع بتشتغلي بيه، في موز بتشتغلي بيه، يعني ده قمع برضو واللي شغال ده بالموز. هنشتغل كله كده وهوريكم شكله عامل ازاي. وده شكل يا حلوين البسكوت طالع بالشكل ده، بسكوت الصعيد. احلى بسكوت ده ولا ايه؟ هو ده يا جماعه بسكوت الصعيد، بيبقى شكله كده. عملنا شويه كده وشويه كده عشان ما نزعلش حد. يلا كده عقبال الحبايب، ويا رب تعملوا ويعجبكم. استنونا فيديوهات جديده تاني. باي.